وهنا نستكمل المحاضرة الأولى. أنا قسمت المحاضرة على فيديوهين عشان المحاضرة ما تكونش طويلة عليك وتكون سهلة، جزء تخلص جزء تذاكر وتذاكره كويس. هنا هنتكلم عن ال necessary life function، يعني وظائف مهمة جدا جدا وضرورية لجسم الإنسان. لو مش موجودة الوظائف ديت جسم الإنسان مش هيعرف يعيش. اول حاجه انا عندي طبعا اي حاجه انا بكون خايف عليها لازم احميها. فاحميها ازاي؟ لازم هبني حاجه حواليها، لازم اغلفها بحاجه. عندي مثلا لو انا عايز احفظ اكل من البكتيريا اللي في البيئه حواليا، بحطها مثلا في حاجه بحفظها فيها. كده نفس الحوار جسم الانسان. انا عندي السل السل الخلية عشان احفظها من البكتيريا والحاجات اللي بتكون موجودة في البيئة، سواء فيروس او بكتيريا. فلازم احفظها، لازم احفظ مكونات السل. لازم السيل بتكون متحوطة بسيل ممبرين بيحفظها من الكائنات البيئة اللي حواليها يعني. وهكذا نفس الحوار جسم الانسان. انا دلوقتي في بكتيريا في البيئه، فطبيعي لازم احفظ جسمي والاعضاء اللي جوه والاجهزه اللي جوه جسمي. لازم احفظها من البكتيريا، ما اخليش بكتيريا تدخل جوه، عشان لو في بكتيريا دخلت هيحصل مشاكل وهيحصل امراض. فطبيعي يكون جسم الانسان محوط بالسكن. سكين دوت معلومة خارجية بعيد المحاضرة. يعني سكين هو أكبر أورجان موجود في جسم الإنسان، هو السكين اللي هو الجلد. تمام. زي ما قلنا أنا بحوط جسم الإنسان متحوط بالسكين، بيحمي جسم الإنسان والأعضاء الداخلية من البيئة الخارجية. بعد كده الموفمنت، الحركة. انا لو مش في حركة مش هعرف اعيش من غير حركة. هتقولي انا عادي ممكن اقعد يومين 3 اسبوع في السرير ما بتحركش. ماشي. اخرك ايه؟ مش هتقعد طول عمرك من غير حركة. ما طبيعي هيترتب عليها امراض، هيترتب عليها حاجات، هيترتب عليها مشاكل، مش هتبقى سليم. فيبقى جسم الانسان ما ينفعش يعيش من غير حركة، سواء حركة داخلية أو حركة خارجية. حركة خارجية زي مثلا أنا بمشي بتحرك بروح أعمل بتني دراعي بفرد دراعي، الحركات اللي هي العادية. مثلا عندي هنا مثال الرننج والسويمنج والحاجات دي. ايه الحركة الداخلية بقى؟ عندي السبستنس دي حركة داخلية، زي مثلا البلد بيتحرك، بيلف الجسم كله عن طريق السيركولاتري سيستم. عندي الفوت ستاف، عندي اليورين. دي كلها حاجات بتتحرك جوه الجسم. طب انا داخل طبعا الحاجات دي داخل فيها سيستم زي مثلا الكارديو فاسكولار، هو اللي بيحرك لي مسؤول عن البلد. زي مثلا دايجستيف هو المسؤول عن الفود ستاف. زي مثلا اليورينال سيستم هو المسؤول عن اليورين. تمام. قدرة اصلا العضلة على الحركة اسمها كونتراكتيليتي. تمام. بعد كده عندي الريسبونسفنس يعني سرعة الاستجابة أو مدى الاستجابة بتاعك. أنا دلوقتي اتغذيت من دبوس طبيعي، والرفلكس اللي أنا أعمله إن أنا هشيل إيدي كده بسرعة. تمام. وهحس بألم. هو ده الريسبونسفنس طبيعي. ده الإنسان الطبيعي. لكن لو أنت حصل كده وما حسيتش بحاجة، يبقى أنت طبعا إيه، مش طبيعي ومحتاج تتعالج. فروح تعالج بعيد عننا بقى. المهم زي ما احنا قلنا ان انا بيكون حاجه لا يعني مش لا اراديه، بس ان هو انا بيكون ريفلكس للمؤثر اللي حصل. والفور اكزامبل بتاعنا ان هو حركه الدبوس. انا دلوقتي اتغذيت من حاجه، فطبيعي هحس بالم، طبيعي هشيل ايدي بسرعه. نفس الحوار لو انا قربت ايدي من نار، طبيعي هحس بالم، وهكذا يعني. بعد كده الميتابوليزم. الميتابوليزم من اهم العمليات الحيويه اللي بتحصل داخل جسم الانسان الحي. يعني ايه ميتابوليزم؟ هي state of change، يعني هي عمليه تغيير. انا بغير ودوت
بيشمل كل الكيميكال رياكشن اللي بتحصل في البادي سيلز. زي مثلا ايه؟ عندي بريك داون، تكسير السبستنس من سيمبل، من حاجات صغيرة وبسيطة لحاجات معقدة. عندي مثلا مثال ال 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 لا العكس، البريك داون بكسر من معقد لبسيط. عندي مثلا الجلايكوجين ده انا لو كسرته هيديني جلوكوز، فمعنى كده ان انا كسرته من حاجه معقده اللي هو الجلايكوجين لحاجه ابسط اللي هي الجلوكوز، فده اسمه بريك داون، ده ميتابوليزم. عندي مثلا السينثيزيس، ببني حاجه، بعمل حاجه من حاجه بسيطه لا كومبلكس، حاجه كبيره، حاجه معقده. زي مثلا نفس المثال جلوكوز، انا لو ببني جلوكوز في جلوكوز في جلوكوز دوت بيديني في الاخر جلايكوجين، الجلايكوجين دوت معقد، فده من برضو من ميتابوليزم. عندي طبعا انا بستخدم الاكسجين في سواء في البريك داون، سواء في البريك داون او السينثيزيس. بستخدم الانرجي، الاي تي بي لازم عن طريق الانرجي بوند اللي بتكون موجوده بين الخلايا، بتديني طاقه عشان اقدر ان انا ايه، اعمل، سواء انا هكسر او ابني. وطبعا الميتابوليزم بتعتمد على كذا جهاز تاني، مش بس مش تعتمد على حاجه واحده. زي مثلا عندي الدايجستيف، عندي ريسبيراتوري سيستم، عندي طبعا ريسبيراتوري ليه هحتاج الاكسجين، الدايجستيف ليه هيحتاج في حاجات بتتكسر بسبب الحمض ال HCl اللي موجود في المعدة، ده حاجات ايه بتدخل في الميتابوليزم. وطبعا البلاد هو اللي بينقل الحاجة عن طريق الكارديو فاسكولار سيستم. بعد كده الدايجستيف دوت هي بريك داون، انا بكسر الفود ستاف، بس بعد كده بيبدأ يحصل لها، بعد ما تتكسر بيحصل لها absorbed، بعد ما بيحصل لها absorbed بتروح الدم بياخدها، بتحصل لها absorbed في الدم يعني. بعد كده الدم بيلف على الجسم كله، وبيدي بقى كل جسم او كل جسم محتاج substance ايه، بيودي substance لمكانها، كل حاجة لكل خلية يعني، عن طريق الكارديو فاسكولار سيستم. بعد كده الاكسكريشن ده برضو من الوظائف المهمة اللي بتحصل في الجسم، وديت يعني باختصار عملية removing wastes. انا بشيل المخلفات، في حاجات مش كويسة في الجسم انا بشيلها، لازم اطلعها ورا الجسم، ما ينفعش تفضل جوه، عشان لو فضلت جوه هتعمل حاجات، هتعمل مشاكل. زي مثلا ايه، عندي في اورجان سيستم تانية بتشترك مع الاكسكريشن في عمليه الاكسكريشن، زي مثلا فور اكزامبل الدايجستيف سيستم. و عندي اليورينري سيستم بيخرج لي اليورين. وبرضو الكربون دايوكسيد لازم يخرج، ما ينفعش يفضل جوه، عن طريق عمليه cellular respiration. بس كده. وبعد كده اخر يعني خلاص احنا خلصنا اهو، قربنا نخلص. اول بعد كده الريبرودكشن. يعني انا ليه ايه اهميه عمليه الريبرودكشن اصلا؟ عشان منعا ل هتقولي ديت هتفيد الجسم الكائن الحي ازاي؟ لا، هي مش هتفيد الجسم، هي هتفيد الكائن نفسه، هتفيد الانسان نفسه. يعني انا دلوقتي لو مفيش ريبرودكشن فطبيعي النسل هينقرض، هيحصل انقراض في النسل سواء ميل او فيميل. فانا بعمله ليه؟ عشان احافظ على النسل. ودوت بيحصل عن لما السبيرم، احنا قلنا قبل كده، بيتحد مع الايج، تمام، ويكون لي fertilized egg. فالفيرتلايزد ايج هيحصل لها شوية انقسامات وديفرنشيشن لحد ما يديني البيبي، لحد ما يديني البيبي.
وده المطلوب. طبعا ده كله بيحصل تحت تأثير هرموني under the hormonal control، بيحصل تحت تأثير هرموني. الجروث، النمو. انا عشان اعمل نمو لازم يحصل حاجتين، لازم يحصل increase في السايز of the body part، وكمان يحصل increase في النمبر of the cell. يعني انا دلوقتي الخلية organ في 1000 ولا في مثلا خليها 100، فيها 100 سيلز. طب انا ال 100 سيلز ديت لو بقوا 200 بقوا 300، طبيعي عدد الحجم هيزيد. ما هو انا ما بدل ما كنت مثلا وزني 50 بقى وزني 70، فانا عدد الكيلوهات زاد، وكمان شكلي وحجمي زاد. فطبيعي انا لازم يزيد السايز عشان يحصل جروس، وكمان يزيد النمبر. ما ينفعش واحده فيهم، لازم يتم مع بعض. بعد كده survival needs، ودي اخر حاجه معانا النهارده. حاجات لو مش موجوده الكائن الحي او الانسان عموما، الكائن الحي، انا عمال اقول كائن حي من اول محاضره، وهي اصلا المفروض انسان مش اي كائن حي، احنا بنتكلم عن انسان. الانسان هيموت لو الحاجات دي مش موجوده. زي ايه؟ زي النيوتريشن، الفود، زي الاكسجين، زي الووتر، زي التمبريتشر، زي الاتموسفيريك بريشر. الحاجات دي كلها لو مش موجوده، انا اي انسان على وجه الارض مش هيعرف يعيش. بس كده احنا خلصنا محاضرتنا، والمحاضرة الوحيدة النظري اللي عندكم في البلوك انترودكشن في تبع مادة الفسيولوجي. ان شاء الله المحاضرة الجاية هيكون العملي. طبعا في حاجة اخيرة في المحاضرة، عندكم السيستم كلها، وهم حوالي تقريبا 12 او 11 سيستم، اللي هم النيرفس سيستم، الاندوكراين سيستم، الريسبيراتوري سيستم، دايجستيف سيستم، السكري ال اسمه ايه، الماسكولار سيستم، والسكليتال سيستم، والكارديو فاسكولار سيستم، والريبرودكتيف سيستم، والليمفاتيك سيستم، والاميون سيستم. دي كلها حاجات لسه هناخدها، هي المفروض في النظري، بس انا قلت تكون في العملي احسن. هنعرف كل سيستم فيه ايه الاعضاء اللي بتكونه وايه وظيفته. يعني حاجه سهله، مش صعبه ان شاء الله. بس انا فضلت ان هي تكون هناخدها في محاضره العملي، عشان المحاضره العملي هيكون فيها صور وحاجات وايه، المعلومه تثبت اكتر يعني، وما يكونش فيه لخبطه ان شاء الله. اشوفكم على خير، وميعادنا في محاضرة البري لاب الجاي ان شاء الله.